النقط دي كويس جدا. بالنسبه لخط النص اللي هو دايما بتكلم عنه اللي احنا عندنا مشكله فيه، يا رب تتحل على خير. دونجا روقا النهارده بدأ الماتش وبلاعب ماتش كويس جدا جدا جدا. خلينا نتفق ان انت لما تكون لعيب بعيد عن المستوى وبعيد عن المباراه والناس كلها بتنتقدك وتنزل ماتش من بدايه الماتش وتأدي كويس، فاحنا لازم نقف جنبك ونساندك وندعمك، حتى لو في اخطاء وحتى لو في حاجات احنا سلبيات احنا شايفينها. بس السلبيات دي مع الماتشات بتتطور، والمدرب هيساعدك ان انت تتطور وتعالج سلبياتك وتحول لايجابيه. فروق انت النهارده مباراه كويسه. بعض الخطوات كده بس محتاج تتظبط في بناء الهجمه، في تطلع في خروجك بالكوره، في رؤيتك للملعب، في يعني ان انت تمركز بتاعك كويس عشان تقدر تباصي الكوره كويس عشان تقدر تفتح لعب كويس. دونجا برضو انا عندي يعني حتى الان برضو مش فاهم دونجا ليه بعيد عن مستواه، ومستواه مش عاجبني جدا خالص دونجا. وقراراته كلها في ميس باص، في فاولات، في شوط، مش عجباني. فاتمنى يا دونجا يعني تحاول تشوف ايه المشاكل اللي حواليك، تحاول تخرج من الحاجات اللي مأثرة على مستواك دي في اسرع وقت، لان احنا محتاجينك وانت محتاج لان انت ترجع لمستواك. لان بالطريقه دي ومستواك كده هيبقى صعب عليك جدا 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 اي حاجه في المستقبل. طيب برضو من اللعيبه برضو انا عايز اتكلم عليها ابراهيم نضاي لعب ماتش كويس جدا لحد يعني بدايه الشوط الثاني، وبعد كده اختفى ليه؟ لانه بدنيا مش جاهز. في ناس تقول لك لا اصله مش عارف ايه، لا هو ابراهيم نضاي المفروض يلعب 90 دقيقه ما يقفش، لان هو 24 سنه. بدنيا هو عالي جدا، مش لعيب اللي هي بتقف، لا لعيب متحرك وسريع. فاحنا محتاجينه 90 دقيقه. فبرضه رساله للمسؤولين في نادي الزمالك ليه ابراهيم نضاي ما يقدرش يلعب 90 دقيقه. ابراهيم نضاي مش من بدايه الشوط الثاني بيقع في ماتشات قبل كده، والنهارده برضه خير دليل يعني. وان كنت برضه شايف ان ابراهيم نضاي وجوده مفيد لنادي الزمالك جدا في ظل غياب مصطفى شلبي، وظل تراجع مستوى يوسف اسامه نبيه، ووجود نيمار برضو اضافه جدا. بس نيمار محتاج ياخد ثقه في نفسه اكتر، وان هو يروح على الجون، ما يبقاش هدفه الاساسي ان هو يرفع الكوره لا ولا تباصي. انت لازم تتعود من دلوقتي لو انت عايز تثبت مكانك والتزامك ان انت تبقى باك او بتلعب قصدي وينج اساسي في نادي الزمالك، لا لازم تاخد الكوره وتروح على الجون، لازم تاخد الكوره وتروح تشوط. وانت عندك قدرات زي دي، بس هي محتاجه ان انت ثقه في نفسك اكتر، وتبقى مش خايف يعني. مستواك يكون يعني ايه مستواك يعني امكانياتك مساعداك ان انت تنفذ ده. يعني مش انت مش عندك امكانيات، لا انت عندك الامكانيات اللي تساعدك ان انت تعمل كده. اخر حاجه بختم بيها، نتمنى الناس جماهير تدعم محمد طارق يا جماعه. برضو بيلعب يعني محمد طارق من اللعيبه اللي انا بحترمها جدا وبقدرها. لعيب فايتر، لعيب مقاتل، لعيب بيلعب بروح، لعيب بيموت نفسه على الكوره. وانا بحب النوعيه دي من اللعيبه. انا بحب اللعيب اللي يموت نفسه، بحب اللعيب يخش كده يتفرج على اللعيب، يخش اللعيب خش شيل اللعيب، يا تاخد الكوره يا تشيله، ما عنديش مشكله. انا اهم حاجه عندي اللعب يبقى رجولي. هتاخد انذار، ما ايه المشكله ما تاخد انذار؟ ايه المشكله؟ المدرب هيغيرك وهينزل حد مكانك. بس الفكره كلها ما يبقاش فيه تكاسل، ما يبقاش فيه يعني ايه تراخي، ما يبقاش فيه، مش عايز اقول كلمه تانية غيرها كده. اتمنى الناس تدعم اخوان كارلوس سيريو، الجهاز الفني اللي معايا مدحت عبد الهادي، كابتن عبد الواحد السيد، محمد عبد المنصف، احمد مجدي. اتمنى الناس كلها تدعموها وتدعموا اللعيبه. احنا داخلين على ماتش مهم جدا، هو ماتش السوبر قدام الاهلي. هتبدا تطلع اشاعات اليومين الجايين، اللعيبه هربت، لعيبه مش عارف مصابه، لعيبه مش عارف ايه. دي حاجات كلها متعودين عليها وشفناها كتير يعني في قبل مباريات القمه يعني. واتمنى ان شيكابالا يلم اللعيبه تركز. وشيكابالا برضو النهارده عندي ليه تعقيب برضو نقطتين. شيكابالا انت متعود تاخد الكره وتروح على الجون، ليه كل تفكيرك ان انت تباصي؟ يعني في كورتين انت خلاص يعني انت قريب من الجون، خش وشوط. ليه برضو تفكيرك ان انت تباصي؟ ما اعرفش هل تعليمات مدرب، هل هو ما مش يعني شيكابالا في مشكله معينه يعني. مش الثقه مش عنده 100% ان هو يخش ويجيب جون. دي بصراحه حاجه مش عارفها. اتمنى ان شيكابالا والكباتن الموجوده في الفرقه تلم اللعيبه، تقفل عليهم الماتشات الايام اللي جايه. يبقى في اشاعات كتير، هيبقى في كلام اهبل كتير هتسمعوه عن الفرقه. اتمنى ان الجماهير ما تنساقش ورا الكلام ده، تدعم الفريق،
تدعم الناس اللي موجوده في النادي عشان نخرج من المستوى اللي احنا فيه. انا كده قلت كل اللي عندي، وان شاء الله لو في اي حاجه انتوا حابين يعني تقولوها وعندكم اراء او تعليق ممكن تكتبوه، وانا تحت امركم في اي حاجه هرد على كل الناس اللي حابه تشاركني الحوار وتشاركني الرؤيه الفنيه ليهم. شكرا جدا حضراتكم.